اول عشان نطلع محاره مظبوطه في الارضيه بنعمل ايه؟ بنعمل اوطاء. ما تيجي نشوف، تعالى نشوف احنا عملنا ايه. هندخل دلوقتي ونكسر، مش هنكسر، هندوس على المحاره ونبوظها بتاعت الراجل. يلا بينا. هو لسه مخلص دلوقتي ولسه يعني قدناها وظبطناها. احنا بنمحر الارضيه عشان هنعمل ان شاء الله بورسلين وهنلزقه بماده. تعالى بقى ما نبوظ له شغله. بسم الله. تعالى كده هندسه. طبعا زي ما احنا شايفين كده الايه، الكوريدور كله متمحر بالمطبخ بالايه، بالريسبشن كله. يلا بقى ندوس. بسم الله. ها ايه، تصدقتوا ولا ايه؟ لا مش هنعمل كده، لا مش هنعمل كده اكيد، لا. تعالوا بقى اما نوريكم الاول، عشان طبعا هنا واضح زي ما احنا شايفين محاره مظبوطه في الارضيه. في 2 ليزر، في ليزر تحت خالص بنعمل اوطاء هناك اهو بعيد، وفي ليزر اللي انا باخد منه اللقطه العاليه دي. خلاص. فطبعا هنا بنستلم الاوتار بالليزر، خلاص، طبعا بالملي يعني. ففي 2 ليزر، في ليزر تحت ده اللي بنظبط عليه الوتر نفسه، وفي ليزر كمان في العالي في نفس منسوب الشرب بتاع علامه الشرب بتاع الشقه، علشان كمان يعني احنا بنستلم ب2 ليزر. وطبعا دلوقتي احنا بنستلم بالميزان، يعني بعد ما استلمنا بالليزر ولقطنا الوتر في النص وفي الاخر وفي الاول وفي اي مكان عموما، كمان بنستلم الوتر ميزان بين الاوتار وبعضها عموديه على بعض زي ما احنا شايفين كده حاطين القده، وكمان بنستلمها في اتجاه الوتر نفسه، يعني في الاتجاهين، في الاكس والواي. خلاص كده. طبعا مرحله الاوتار دي من اهم المراحل، هي دي لو انت اتظبطت خلاص الملو بعد كده في محاره الارضيه بيكون خلاص انتهى. طبعا المحاره ليها اصول، ما ينفعش الوتر يتعمل من الطوب الاحمر، ما ينفعش للاسف. ده من يعني من اشهر اسباب التطبيق في البورسلين ان الوتر يتعمل من الطوب الاحمر. لازم يكون من نفس المونه عادي. المونه بتحط عليها اللي انت عايزه كله. عايز تحط عليها، طبعا بنحط عليها اكيد سن، وبنحط عليها ادي بوند 65، ونحط عليها اديكريت، وبنحط عليها شويه معالجات علشان الاجهاب بتاعها يكون كويس. وكمان زي ما احنا شايفين كده هو ما شاء الله يعني بالملي. خلاص. وحاطين ميزانين علشان كان في ميزانين هم شغالين فيهم، فبنتاكد ان هم الاثنين معايرتهم واحده يعني. فطبعا زي ما احنا شايفين بعد ما احنا بنعمل الاوتار بنبدا بقى نشتغل في الملو، خلاص، لحد ما نشوف المحاره زي ما احنا شفنا في اول الفيديو كده. ارجو ما اكونش طولت عليكم ويومكم جميل ان شاء الله.